ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا نشوف النهارده بالازازه دي هنعمل فكره جميله قوي. اول حاجه طبعا شلت الستيكر اللي عليها ده، وبعد كده نضفتها كويس جدا وبقت معايا بالشكل ده. وبعد كده عصيان الشيش دي هنحتاجها، خلوها دلوقتي وهقول لكم هنحتاجها في ايه. وده خيط مكرميه، لو مش متاح عندي ممكن استبدله باي نوع خيوط زي خيط الخيش او خيط الصوف، اي حاجه يعني ما نوقفش الفكره على حاجه مش موجوده. وبعد كده هبدأ أثبته على البق بتاع الإزازة من فوق كده، والجزء اللي فوق اللي هو رقبتها كده، العنق بتاعة الإزازة. الفكرة سهلة خالص وبسيطة وأي حد يقدر يعملها، وكلها من حاجات ممكن نرميها، فخلينا نستغل الحاجات دي ونطلع منها تحف تنفعنا في البيوت. هبدأ كده أثبت بس أول جزء بحيث إن هو يبقى ثابت معايا ومنظم. لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل اللي تقولولي فيه رأيكم. هنا انا غطيت كده الجزء ده من الازازة، وبعد كده هبدأ اعمل شكل حلزوني شوية ومايل لتحت بالشكل ده. وفي الخطوة دي طبعا كل شوية لازم هحط شمع بحيث ان الخيط يثبت معايا في المكان اللي انا عاوزاه. هثبته بالشكل ده، وبعد كده لما اوصل للجزء اللي تحت في الازازة ده هبدأ اثبته زي ما عملت الجزء اللي فوق بالشكل ده. من وقت للتاني طبعا هحط شمع بحيث ان هو ما يفكش مني في الاخر. كده تمام. شوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الورود بتاعت الفكرة دي هنعملها بحاجة، يعني بصراحة فكرة جميلة. تعالوا نشوف بقى العصيان الشيش دي وفروع الورود هنعملها بايه المرة دي. انا حاولت اقص كده وبعد كده لقيت ان الازازة اصلا طويلة فهتاخد عصاية الشيش بالكامل، فما قصيتهاش. وبعد كده عندي بقى قشر الفستق ده، وممكن نستبدله بقشر فول سوداني، بس بصراحة بيدي يعني شكل ورود روعة، بتبقى زي السنبلة كده وبتدي شكل بصراحة جميل. اول حاجة هنبدأ نحط قشرتين كده قصاد بعض، وبعد كده هنعكس، يعني المرة دي كده الناحية التانية هنقوم عاملينهم عند المكان اللي اتقفل منه الاولانيين. بصوا بالشكل ده بحيث ان هو يديني في الاخر شكل السنبلة. كده تمام. هبدأ بقى اعمل الطول اللي انا عاوزاه. انا طبعا مش هغطي عصاية الشيش بالكامل لان اساسا الازازة طويلة زي ما قلت لكم، فالجزء اللي هيبان منها مش كبير. اول واحدة هعملهم بقى باطوال مختلفة. اول واحدة دي هزود الطول بتاع قشر الفستق شوية، لكن الباقيين هعملهم طول قليل بالشكل ده. عملت اتنين، والاتنين التانيين هعملهم نفس الطريقة كده، واحدة طويلة برضو وواحدة قصيرة بالشكل ده. وممكن طبعا نلونه، بس انا بصراحة ما بحبوش يكون ملون، بحس ان هو كده اشيك وشكله اكتر واقعية يعني. كده تمام. هكمل بقى بنفس الطريقة، اتنين عكس اتنين زي ما احنا شغالين كده.
والاخيرة برضو هعملها بنفس الطريقة. وبقى عندي كده الاربع عيدان باطوال مختلفة. هبدأ احطهم بقى في الازازة اللي انا عملتها، وشوفوا شكلها في النهاية هيبقى عامل ازاي. بصوا ايه رأيكم؟ لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.